اول مره في حياتي اجربها، وبجد اوعدكم ان دي مش هتبقى اخر مره. بجد خطيره، كنت ظلماها وعايزه اقول لكم طلعت فظيعه. العلبه دي فيها ايه؟ العلبه دي ما فيهاش فيل، العلبه دي فيها اكله الغلابه زي ما هم بيقولوا، بس فعلا طلعت اكله خطيره وموفره وطعمها بجد خطير. هنغدي البيت كله ب10 جنيه بس. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا ايه. يلا بينا. واوعى الجمبري يعضك يا عم الحاج. يلا بينا نشوف الكيس ده جواه ايه. بصوا بقى، نزلت كده كنت محتاره ومش عارفه بجد اعمل اكل ايه بصراحة. بقى كده لما نزلت كده ما كانتش الميزانية كده مقضية، فبصيت لقيت البسارية، لقيت ناس كتيرة قوي بتجيب منها، وانا مش عارفة بصراحة. يعني البسارية دي اسمع ان في ناس بتخللها وفي ناس بتعملها مقلية، بس بصراحة عمري ما جربتها. والله العظيم يا جماعة دي أول مرة فعلا أجربها. ممكن أكون جربتها قبل كده، بس مرة كانت مخللة، بس كمان ما كنتش أنا اللي عاملاها. بصراحة الفضول كده خدني وقلت خلاص أسأل عليها وأشوفها بكام. لقيت الراجل بيقول لي دي الكيلو ب20 جنيه. قلت له إيه ب20 جنيه؟ هي في حاجة في الزمن ده ب20 جنيه؟ ما أكدبش عليكم، رحت قايله له طب خلاص هات نص كيلو، والنص كيلو ب10 جنيه. عايزه اقول لكم جبتها بقى ورحت كده مفضياها، وابتديت ان انا اشيل كده منها الراس، وابتديت اغسلها تحت الميه الجاريه. غسلتها كده مرتين 3. خلوا بالكم علشان ما تبتديش ان هي تتهري معاكم. هنا بقى في المطحنه بتاعه الخلاط ابتديت اجيب كده فصوص من الثوم، وعليهم جزرايه متقطعه صغير، وكمان طماطمايه، وكمان بحب قوي احط قشر كده الليمون مع الليمون بالشكل ده، واطحنهم في الكبه او في المطحنه. طبعا ممكن تقدري انت بقى تستخدمي الكبه لو عندك. حطيت بقى فلفل، وكمان حطيت ليمون تاني، وحطيت كمون وفلفل اسود وبهارات سمك وشطه، وحطيت كمان ملح. وهديها بقى كده ضربه بالشكل ده، وانزلها على الخليط الاولاني بالشكل ده. بقت بقى معانا احلى تتبيله للسمك. تقدري تحتفظي بيها كده في بطرمان في التلاجة عندك لجميع انواع السمك. ابتديت بقى اجيب الخلطه دي بالشكل ده، وابتدي احط كده على البسارية وبالراحه كده وانتي بتقلبيها، لان هي بتبقى طريه جدا معانا. هبتدي بقى اقلبها. عايزه اقول لكم يا جماعه والله بجد تحفه. رحت بقى سايباها كده في التتبيله، وعصرت كده عليها برضو زياده كده ليمون، وغطيتها وسبتها في التتبيله حوالي ساعه. بعد بقى الساعه ابتديت اجيبها كده، وجبت علبه، وابتديت احط فيها دقيق، حوالي كوبايه من الدقيق، وعليهم معلقتين كبار من النشا بالشكل ده علشان تبقى مقرمشه معانا. وحطيت عليها ملح وفلفل علشان تبقى متبله الكفر الخارجي كده معانا ومتبهر معانا. نزلت بقى عليهم بكميه كده من البسارية، وابتديت اغطي العلبه وارجها كده بالشكل ده علشان بقى ايه ما ندهولش الدنيا. جبت بقى عندي اهم حاجه الخطوه دي، تجيبي كده مصفى ضيقه عندك، وتبتدي ان انت تنخلي كده المواد الجافه كويس علشان ما تبتديش ان هي تبوظ لك الزيت او يغمق معاكي على طول. هبتدي بقى الزيت عندي بيكون سخن، بنزل بقى بالبسارية كده على النار او على الزيت بالشكل ده، واسيبها بقى. هي ما بتاخدش وقت خالص، بتتقرمش بقى معانا وتتحمر وبتبقى حلوة جدا. عايزة اقول لكم ما بتاخدش حوالي 7 دقايق كده على النار بس. انتي بعد كده ما تبتدي تحسي ان هي اتقرمشت قلبيها، ولما تاخد اللون الذهبي الجميل ده بصوا. انا عايزه اسمعكم القرمشه خطيره بتاعتها، كريسبي بقى وتحفه جدا. اول بقى ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده تبتدي ان انت تشيليها على طول. هبتدي بقى احط كده الدفعه الثانيه بالشكل ده، وعايزه اقول لكم ريحتها كانت جباره. هنا بقى جبت كده شويه بقدونس. بصوا بقى جمبري ده ولا مش جمبري؟ بصوا ده جمبري بقى الغلابه، تحفه تحفه بجد. حطيت بقى كده شويه بقدونس من فوق، وبجد مقرمشه بقى وخطيره. بصوا سامعين صوت القرمشه؟ بصوا سامعين؟ خطيره تحفه بقى بجد. ورحت بقى جايبه كده العيش، ورحت عامله بقى سندوتش كده منها كانها بالظبط جمبري. بصوا بجد اول ما شافوها افتكروها جمبري، تحفه جدا. وحطيت بقى عليها كده شويه طحينه، وطلعت خطيره. بألف هنا وشفا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وكفايه ان الغدوه دي كلها ب10 جنيه، ما كلفتنيش اكتر من كده. بألف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.